بنسمع كتير عن مصطلح الطاقة المتجددة وإنها مهمة وأحسن من أنواع الطاقة المنتشرة واللي بنستخدمها غالبا في الحياة اليومية. بس إيه هي الطاقة المتجددة وإيه هو معنى المصطلح ده؟ وليه هي أحسن من الطاقة المستخدمة حاليا؟ اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا إيه هي الطاقة المتجددة. ولو انتم أول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك اعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو. لما بنركز في البيئة حوالينا بنلاحظ كميات كبيرة من الطاقة اللي بتعتبر طاقة نظيفة ومتوفرة بشكل دوري، وده بيوصلنا لتعريف الطاقة المتجددة. فالطاقة المتجددة هي طاقة بتتواجد بشكل دايم في الطبيعة وبيتم توليدها طبيعيا، وأصبح النظر للطاقة المتجددة على إنها تقنية أكتر من كونها مجرد طاقة فقط، والسبب في كده هو الحاجة الماسة للتقنية علشان تاخد الطاقة من الطبيعة باختلاف أنواعها. فالطاقة المتجددة كانت مستغلة بشكل غير كافي سابقا، فالشمس على سبيل المثال بتمد الكرة الأرضية بالضوء والحرارة، لكن مع تطور التكنولوجيا بقت بتساعد في توليد الطاقة الكهربائية كمان. ونفس الموضوع بالنسبة للرياح اللي كانت تقتصر على دفع السفن في البحر فقط. والطاقة المتجددة ليها أشكال كتير نقدر نستغلها. أول شكل هو الطاقة الشمسية، فالشمس بتقدم لنا خليط ممتاز من الطاقة اللي بيضم الضوء والحرارة مع بعض، وبالتالي أدى استغلالها لظهور نوعين من الطاقة المستفاد منها. الأولى هي الطاقة الضوئية، ودي عبارة عن تحويل الضوء اللي جاي من الشمس إلى طاقة كهربائية من خلال الألواح الشمسية. والنوع التاني هو الطاقة الحرارية الشمسية، ودي عبارة عن امتصاص الحرارة الموجودة في أشعة الشمس وتسخيرها للاستعمال زي ما موجود في سخانات المياه الشمسية. تاني شكل هو الطاقة المائية، وبيعبر مصطلح الطاقة المائية أو الكهرومائية عن استغلال حركة المياه الجارية في توليد طاقة حركية عند مرورها عبر توربينات ليتم نقل الحركة دي لمولد كهربائي لإنتاج الطاقة الكهربائية، زي ما بيحصل بالظبط في السد العالي. تالت شكل هو الطاقة الحيوية، والنوع ده بيهدف لاستخدام أي مادة عضوية من أصل نباتي أو حيواني لإنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارة، أو حتى صناعة وقود سائل حيوي بيصلح لعمليات الاحتراق في محركات النقل. رابع شكل هو طاقة الرياح، وفكرتها شبيهة بالطاقة المائية، بحيث بيتم استغلال حركة الرياح لتحريك توربينات بتتصل عبر ناقل حركة بمولد كهربائي ليتم بيه تحويل الطاقة الحركية لطاقة كهربائية. خامس شكل هو طاقة المحيطات، ولأن المحيطات مشهورة بحركة المد والجزر والأمواج واللي بتمتلك طاقة حركية كويسة جدا، بيتم نقلها بآلية بسيطة للمولد الكهربائي بعد كده. كل الأنواع اللي ذكرناها دي أنواع طاقة متجددة ونظيفة ومستدامة، ومش بتسبب مشاكل للبيئة، على غير العادة في الطاقة اللي بنستخدمها حاليا واللي بتسمى طاقة غير متجددة. وبيعبر مصطلح الطاقة الغير متجددة عن الطاقة اللي بيتم الحصول عليها من مصادر ذات كميات محدودة، يعني نسبة وجودها في البيئة بتتناقص مع الاستعمال أو التنقيب. ومن أشهر الأمثلة عليها هو الوقود الأحفوري، واللي تكون من بقايا الكائنات الحية اللي اتدفنت وتعرضت للضغط والحرارة الشديدين لفترات زمنية طويلة جدا، مما أدى لظهور الكربون، وهو العنصر الأساسي في مكونات الوقود الأحفوري، واللي بيساهم بشكل رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء والإضرار بالغلاف الجوي وظهور ثقب الأوزون. وحاليا بيتجه العالم للتخلص تدريجيا من استخدام الوقود الأحفوري والطاقة الغير متجددة وإحلالها بأنواع طاقة نظيفة متجددة لحماية العالم من الهلاك. قولولنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. ولو بتتفرجوا على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو.